السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل في اليوم الجميل ده، يوم عاشورة، نعمل احلى عاشورة تاكليها في حياتك. وكمان مش هتاكليها لوحدك، لا ده احنا هنعمل كمان كمية ونوزعها لحبايبنا ولجيراننا والولاد في الشارع، عشان بس تبسطي الناس كلها، وعشان ربنا يرضى علينا ويقبل مننا دعوة حلوة في اليوم الجميل ده. عملت أجمل عاشورة هتدوقيها في حياتك بطريقتي وبتكاتي، يا رب تعجبكم. مش هنعدي اليوم ده غير لما نعمل فيه حاجة كده حلوة، صدقة، إطعام، لازم نعمل فيه خير كبير. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب، ويفرج بيه كروبنا يا رب. تعالوا بقى أقول لكم عملت البليلة الحلوة دي إزاي، بالطريقة التحفة دي السهلة البسيطة. يلا بينا. دلوقتي انا جبت بليله من عند العطار، بس جبتها نوع بلدي، ما جبتش المستورد. البلدي احلى واطعم بكتير. هي حبتها مش بتنفش قوي معاكي زي المستورده، بس بجد جميله. دلوقتي حطيت ميه على النار ونزلت بيها على البليله. طبعا البليله لا، انا نقعها من بالليل في ميه، سبتها ليله كامله في الميه. دلوقتي اول ما خدت غلوتين معايا، يعني قولي ربع ساعه كده بالظبط، تسيبيها تغلي على النار في الميه. وطبعا كميه الميه اللي تكوني حطاها كتيره عشان تقعد تغلي كده مع البليله كويس. وبعدين طفيت عليها النار، ربع ساعه بالظبط طفيت النار، سبتها ساعتين 3 تبرد وتتشرب بالميه براحتها. نفشت بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، محتاجتش نحطها على النار كتير. جبت بقى لبن من عند اللبان عشان يبقى لبن كده غني كده ومليان قشطه. لكن لو هتجيبي لبن من السوبر ماركت يبقى تجيبي قشطه، لكن ده لبن بقى من اللبان. جبت 4 كيلو لبن على كيلو البليله. ونزلت بالسكر، السكر طبعا حسب الكميه اللي انت عاملاها، بتدوقي وبتشوفي الطعم اللي انت حباه. نزلت بقى بفانيليا وميه زهر، هتدي نكهه وطعم حلو قوي للبليله. دلوقتي انا بحب اعمل الخطوه دي بعد ما بنزل باللبن، ان انا اضربها بالهاند بلندر. في الطريقه التانية اللي كلنا عارفينها، ان ناخد كبشتين 3 كده في الخلاط ونضربهم كويس، وبعدين ننزل بيها تاني على البليله بقيت بالكميه الفاضله معايا في الحله. بس انا بحب الطريقه دي اكتر بصراحه. ونزلت دلوقتي بشويه جوز هند، هتديني نكهه وطعم حلو قوي للعاشوره. يا ريت تجربيها، بصراحه تحفه. يعني الكميه اللي انا عاملاها دي تقريبا نزلت بفنجان جوز هند. دلوقتي خلاص ضربتها، شايفين القوام بتاعها حلو ازاي. لسه هسيبها تاخد غلوتين كده مع اللبن عشان الحبوب دي تتشرب معايا بطعم اللبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابتدت القشطه تطلع على الوش، لبن حليب بقى هيديني طعم خطير. دلوقتي بعمل التكه الحلوه دي، انك تنزلي كده ب6 معالق كريم شانتيه خام، وعليها معلقتين كبار نشا، هدوبهم في نص كوبايه لبن. دلوقتي خلاص البليله دخلت في السوا معايا تمام جدا قوي كده. قوامها بقى حلو قوي، شايفين عامله ازاي؟ تحفه. ولا ريحتها، الفانيليا وميه الزهر خلت ريحتها خطيره. دلوقتي هنزل بقى بالطبق اللي انا عملته معاكم، الكريم شانتيه والنشا، هيظبط القوام معايا، والكريم شانتيه هيديني طعم حلو قوي للعاشوره. دلوقتي سبتها تبرد، انا مش تبرد تماما يعني، تهدى بس شويه. طفيت عليها النار طبعا وسبتها تهدى. شايفين القشطه عملت ايه على الوش؟ ادتني وش خطير. انا سبتها تهدى بس عشان اعرف اصبها كده في الاطباق البلاستيك عشان تستحمل بس السخونه بتاعتها. حلو قوي الاطباق دي بصراحه، انك توزعي فيها كده حاجه حلوه تكوني عاملاها، حاجه نظيفه وشيك، حاجه طبعا طالعه لوجه الله، لازم تعملي احلى حاجه. عبيت بقى كل الاطباق بتاعتي، عملت معايا كميه حلوه ما شاء الله. سبتها تهدى كده، وهزوقها بقى بمكسرات، ممكن سوداني، اي مكسرات عندك. انا كان عندي سوداني، زوقتها بالسوداني، ما رضيتش احط جوز هندي تاني على الوش، كفايه باللي انا حطيته فيها وهي على النار. انت زوقيها باي حاجه انت حباها، ممكن تحط لها ايس كريم كمان للولاد، تبقى جميله جدا.
حاجة تحفة بصراحة، طعمها خطير. انا بصراحة ما كانش ليا تقل قوي على العاشورة، كنت بحب البليلة اكتر اللي هي بتتعمل باللبن بس. لكن العاشورة دي ما كانش ليها تقل عليها بصراحة، عملتها بالطريقة دي جميلة جدا، حبيتها قوي، الولاد حبوها عندي، لا خطيرة بجد، يا ريت تجربوها مش هتندموا. خلاص بردت معايا، فبقفل العلب بقى بتاعتي عشان ادخلها التلاجة تسقع، وان شاء الله كده بعد صلاة الجمعة تنزل الولاد كده وتوزعها للجيران وللولاد في الشارع بعد الصلاة. احلى حاجة كده تعمليها كده لوجه الله. يا رب يتقبل منينا يا رب، ويفرج كل كرب كل مكروب، ويفك ضيقة كل متضايق يا رب. تمام قوي كده، حاجة تحفة، بالهنا والشفا يا رب. جربوها فعلا مش هتندموا، طعمها خطير، بس طبعا تتاكل ساقعة. يلا انا بشجعكم عشان تعملوا زيي كمان. احلى حاجة لما تعملي صدقة في اليوم الجميل ده، والدعوة مقبولة فيه كمان. شوفي بقى لما الناس تدعي لك كمان. يلا بالهنا والشفا.